أطلق خبير التجميل المعروف بسام فتوح مجموعة كاملة من مستحضرات التجميل تحمل اسمه، بالإضافة إلى مجموعة خاصة ثانية تحمل اسم هيفا، وذلك ضمن حفل عشاء أقيم في فندق الفور سيزونز في بيروت. تميز الحفل بتنظيمه ومستواه العالي، وضم نجمات من لبنان والعالم العربي، بالإضافة إلى شخصيات اجتماعية ووجوه فنية وإعلامية شاركوا بسام فرحته بمشروعه الجديد في عالم الجمال. هو الجمال الذي يجتمع تحت عنوانه مشاهير العالم، وهذا هو الخط الذي جذب من خلاله خبير التجميل بسام فتوح أكبر عدد من النجمات العربية. بقول له مبروك، وبقول له هو دايما متألق ومكياجه على طول، يعني اي حد بيبقى على طول بيبان عليه المكياج بيعرفوا ان ده، وبتمنى له النجاح على طول زي ما هو ناجح كده على طول. يمكن علاقتي فيه مش بس بتكون مطربي ومزين او مكيار، علاقتي فيه علاقه فيها الكثير من الحب، لانه ارواحنا دائما بتتلاقى، افكارنا دائما بتتلاقى على الاشياء الجيده، دائما فينا اشياء كثير مشتركه من الصفات مع بعض، بنتقاسم همومنا مع بعض، نفرح مع بعض، بس دائما الاهم شيء المشترك هو انه اثنيناتنا ما بننسى انه اللي لازم نقدمه للناس يكون على مستوى كبير. بنفتخر فيه لبسام، فاكيد نحن مبسوطين كثير، وخاصه لانه بتجمعني صداقه في لبسام، فانا بقول له مبروك. اول اسم عربي بهالمجال، وهيدي مش اول مره بينجح هالقد بسام، وبيكون اسمه على كل لسان وين ما كان، بيستاهل. يعني ما كثير في قصص نقولها، اكيد سهره رح تكون حلوه، والله يوفقه وان شاء الله هيك دائما بيض لنا وجهنا ومن نجاح للثاني لتالق اكثر. بسام معروف عنه انه شاطر وعنده خبره طويله، وانا دائما يعني ببارك له على اي خطوه بيعملها، لانه دائما دارس خطواته صح، وطموحه كتير كبير، وكل ما حقق مشروع جديد كلنا بننبسط له، وحتى انه كل يعني حتى خبراء التجميل زملائه وزميلاته بحبوه، هو انسان محبوب حتى من المنافسين له. مبروك، وان شاء الله دائما بالنجاح لانه بيستحق. انه لابد ما ابداع بسام انه نستفيد منها نحن كلنا كنساء بالعالم العربي، وهيدي اضافه لنا انه نقدر بدون ما نروح لعند بسام يكون عندنا من مستحضرات التجميل يلي هو ابتكرها. جنتلمان وفنان بالميك اب، فنان بالالوان، فانا بفتكر 200% انه حيكون بعالم الميك اب العربي اذا بدك له بصمه كثير كبيره، ورح تكون مميزه جدا. بقول له برافو بسام، لانه هيدا انجاز مش بس له للبنان، لكل العرب. وعلى كل حال انا ما بتفاجئ، لانه بسام انسان كثير موهوب وعنده مواصفات عالميه، فان الله راد هلا بالدول العربيه بعدين بكل العالم. حلو الواحد يحمل علم الرياده بمجاله. بسام مش بس اختصاصي تجميل، مش بس بيوضع لمسات للقلب على وجوه الجميلات لإطفاء الجمال على الجمال، ولكن أيضا هيز بزنس مان، فكر وخطط ونفذ. وأنا بقول له دايما إنه حلو كتير إنك تحلم، بس حلو أكتر إنه توعى من الحلم وتقول اليوم وقت التنفيذ. إنسان مبدع وخبير بمجاله، واشتغل على حاله كتير، ومثقف وبيفهم بلغة الجمال. بسام شاب طموح، انبسطت له كتير بحب كنت معه بهيدي اللحظات كلياتها سوا. بقول له ألف مبروك، بيستاهل. بسام عنده طموح كتير كبير وما وقف هون، بس هيدا نتاج نجاح كبير واسم كبير وثقة كتير كبيرة فيه تيعمل لاين باسمه. ألف مبروك. حفل عشاء بدا كمهرجان فني امتد حتى ساعات الفجر الأولى، وتميز بحضور أبرز الوجوه الفنية والإعلامية لمشاركة خبير التجميل بسام فتوح في إطلاق مجموعته الخاصة من مستحضرات التجميل، والتي حملت توقيع النجمة
هيفا وهبي. أنا اشتغلت مع أحسن مختبرات بالعالم، بأكد لك المختبرات اللي بتعمل لأهم ماركات عالمية أوروبية وأمريكية. اشتغلت مع مختبرات أوروبية، مختبرات حتى يابانية. أنا طورت مجموعتي الخاصة واشتغلت عليها، والفكرة أنه كل سيدة عم توقف على الستاند بسام فتوح، وهي خلاصة هال 10 أو 12 سنة من الخبرة ومن النجاح اللي إن شاء الله أكون فعلا حققتهم. وفي كمان رح أقول لك صار في حتى لبستك يعني أحمر للشفاه اسمه هيفاز لبس، اللي هو الشفاه هيفا اللي لا طالما انسألت شو بتحط لها حمراء. أنا وهيفا بلشنا مع بعض وكبرنا مع بعض ونجحنا مع بعض وانشهرنا مع بعض. ولا مرة كانت بيني وبين هيفا في شغل أو في بزنس أو في مصلحة. هي أخت عزيزة، هي توأم روحي، هي إنسانة عزيزة كتير على قلبي، وهي she's my muse، يعني هي الملهمة تبعيتي. فاجأني عم بسمع جهاد عم بدق هابي بيرثداي، قلت له لمين؟ قال لي لإلك. ما هو كان من اسبوع عيدي يعني مش هلا، بس انه ميرسي له عن جد فاجأني. نفى المطرب